مرحبا. كنا شفنا الطفل ياسن اللي ظهر بالشارب اللي ضجت بمواقع التواصل الاجتماعي بصفة الأب داخل روضة حكومية أو روضة أهلية إن أصح التعبير في منطقة حي الداخلية في بغداد. مرحبا ياسن، شلونك؟ زين؟ شنو أخبارك؟ ايش قد عمرك؟ 6. 6؟ زين، شفت نفسك؟ طبعا الفيديو حقق مشاهدات كبيرة جدا، يعني خصوصا في غضون أيام حتى وصل للعالمية أو العربية بالتحديد، يعني مواقع نيوز بارات كثيرة من الأمور أنه أشادت بهذا الموضوع. لكن اللي أحزنني بعض التعليقات السلبية المسيئة، يعني ليش إحنا بالعراق دائما أنه نروح بهذا الاتجاه؟ راح أخذ مديرة الروضة الأستاذ صبا الدليمي حتى تحكي لنا عن الفكرة اللي موجودة وشلون صارت قضية وضع الشارب على هذا الطفل اللي يحقق كثير من المشاهدات العالية القوية. هي مو فكرة جديدة، احنا هذا الموضوع قائمين عليه كل درس، انه نسوي مشهد تمثيلي حتى نوصل الفكرة. تعرفوا هذول اطفال بيبي، فصعبة انه تشرح لهم على السبورة او تقعد تكتب لهم بالدفتر، فنسوي مقطع تمثيلي بكل درس حتى توصل الفكرة للاطفال. لكن فكرة تمثيل درس الانجليزي احنا مستمرين عليه، أخذ هيجي مشاهدات وانتشر بالعالم، لأنه الشخصية اللي أخذناها دور الأب كانت شخصية ملائمة وحلوة وشكلها لطيف، فلهذا أخذ هيجي شيء. بس هذا الدرس هو مو جديد ولا وسيلة جديدة، احنا معتادين عليها منذ يعني بداية تأسيس الروضة، صار لنا تقريبا من 2013 احنا مستمرين على هذا الدرس، ودائما وسائل الإيضاح انه هو مشهد تمثيلي. استاذ شلون جتك الفكرة وشلون جسدتيها واقعيا بالداخل الصف؟ هي الفكرة من ست صبا، يعني سنويا احنا نسويها للأطفال، ننزل لأدنى مستوى من مستويات الأطفال، يعني مو أخذ على أنه المستوى عالي ما الطفل أنطيه درس عادي، ولازم وسائل إيضاح حتى يفتهمها ويترسخ بدماغه. فست صبا تعطينا هاي المعلومات انه لازم تنزلين مستوى الطفل، لازم عندك هيك فكره، لازم عندك هيك شيء، يعني تجسديه انه بهذا الدرس بتمثيل. يعني مثلا درس العلوم تمثيل، درس الاسلاميه لازم نشرح لهم الادنى مستوى، الانجليزي لازم الشخصيات نخليها قدامهم. فاختارت عندنا هيك لسته، طبعا اشتريت لنا اياها مال شنب شوارب، يعني اشتريتها انا اختاريتها على شكل وجهه، يعني من شفته انه خدوده وهي هاي المسافه عندها تكون كبيره، فمن خليتها طلعت مضبوطه الحمد لله. صار الدرس كلش حلو. شلون شفت الترند؟ الترند كلش حلو، يعني على يزوني هو بعد ابنه لازم يشتهر.